أنا الدكتور إبراهيم محمد، طبيب طوارئ بمشفى تل تمر، مشفى زاوسينغ اللي تابع للهلال الأحمر الكردي بمنطقة تل تمر. نحن هون كقسم تل تمر أو مشفى زاوسينغ لاحظنا بالفترة الأخيرة وبالآونة الأخيرة ارتفاع بعدد مرضى الليشمانيا اللي عم يراجعوا على المشفى على قسم الليشمانيا. طبعا الهلال الأحمر يقدم خدمة العلاج للليشمانيا ومتابعة مرضى الليشمانيا، فحسب الأرقام اللي موجودة عندنا بالأرشيف عم نلاحظ إنه في زيادة بنسبة المراجعين اللي عم يراجعوا عنا على المشفى على قسم الليشمانيا. طبعا بالبداية رح نعطي شوية نصائح أو لتوخي الحذر، يعني للإنسان اللي يكون لازم عنده شوية وعي صحي مشان يتجنب الإصابة أو العدوى بهذا الطفيلي. مرض الليشماني هو عبارة عن مرض طفيلي ينتقل عن طريق الذبابة البيضاء أو ذبابة الرمل، تجي على شكل نوعين، نوع جلدي ونوع باطني أو حشوي. النوع الجلدي وهو النسبة الأعلى اللي موجودة عندنا حسب المرضى. عمر وزنه 13 كيلو و200 جرام. والله كويس بالنسبة للعمر الأسباب اللي عندنا موجودة اللي تخلي إنه مرض الليشمانيا يتكاثر أو تتزايد العدوى هاي، في عندنا أكثر من عامل. العوامل هي طبعا سوء التغذية خاصة عند الأطفال، الظروف الاجتماعية الاقتصادية، مراكز الإيواء اللي هي كمان كثافة سكانية، بيئية مناخية اللي هو مثلا عندنا المستنقعات أو تجمع المياه أو تجمع مياه الصرف الصحي بأماكن معينة قريبة عن مراكز الإيواء. فهي كلها أسباب تزيد عندنا احتمالية العدوى عند المرضى. طبعا هون في عنا عدة نصائح احنا نقدمها للمستفيدين اللي عم يراجعوا المشفى ليقوا نفسهم ويقوا أطفالهم من هالعدوى هاي. واحد مثلا انه نمنع الاطفال من اللعب او اي نشاط يقوموا فيه جنب المستنقعات او جنب المياه الراكده، خاصة بأوقات غروب الشمس أو بزوغ الشمس أو عند الشروق. يعني لما يكون في عنا غروب الشمس أو الشروق الشمس بهالفترة هاي يزيد نشاط الحشرة اللي تنقل العدوى. المرحلة الثانية هي أنه نقي أنفسنا بمكان النوم. مكان النوم لازم يكون شوي مرتفع بمقدار تقريبا متر وشوي، متر ونص، لأنه الحشرة هاي قدرة الطيران ما راح تكون أكثر من ارتفاع متر. يعني يخليه يتقيدوا مثلا يحطوا طارد حشرات، مبيد حشري، يعني يقوا نفسهم من وجود الحشرات داخل المنزل أو لما بالمكان اللي يكونوا متواجدوا فيه. النصيحة الرابعة اللي هي تكون انه مثلا الاطفال انه يلبسوا اكمام طويلة، لباس طويل، يغطوا اكبر كمية مثلا من الجلد المكشوف بالطبيعة. مثلا وقت النوم يحطوا هذول القماش اللي يحمي من الحشرات اللي هي الناموسية المعروفة عنا بالعامية الناموسية، يقل مكان النوم بهالقماشة هاي. فبالحالة يقوا أنفسهم ويقوا أطفالهم. نتمنى للجميع الصحة والعافية.